السلام عليكم. سنة 2004 الفنان مصطفى كامل بيتحفنا بأولى تجاربه السينمائية وبيخرج لنا ملحمة فنية اسمها والفيلم كانت قصته مختلفة تماما وما اتعملتش قبل كده. قصة الشاب الحالم الأندر دوج اللي نفسه يبقى مطرب مشهور بس الظروف ما عندها، والتيمة دي محدش اشتغل عليها خالص قبل كده غير عبد الوهاب وعبد الحليم وعمرو دياب ومحمد فؤاد ومصطفى قمر. وهنا أمير العذاب بيقرر يمشي على نفس التيمة بس بطريقة أعمق. هتقولي ازاي؟ يلا بينا نخش على الفيلم. الفيلم بيبدأ بالفنان هو وصاحبه خالد وهما باصين للنيل ومصدرين ظهرهم طول المشهد وعمالين يسمعوا في كورس تنمية بشرية. كل واحد كان له حلم ومصدق، دلوقتي كل واحد باصص لغيره ومش عايز يكون نفسه. بعدها المخرج بدون أي مقدمات بيقرر يعمل حاجة غريبة. طب يا ستوب ايه يا بصراحة مش لاقي مبرر للمخرج إنه يجيب لنا شوط زي ده غير إنه متحرش. المهم بعدها بيفضلوا يجروا طول التتر على أساس بيجروا على حلمهم وكده. بعدها الفيلم بيبدأ يعرفنا على الشخصيات وبتظهر شخصية رفيق صاحبهم التالت وشخصية سكولانا اللي ملهاش أي 30 لازمة في الفيلم بس محطوطة على أساس إنها تجيب كوميديا وضحك وها وكده. المهم رفيق وسكولانا بيقدموا لنا مشهد كوميدي من أسوأ وأعبث ما يكون عشان يقفلك من الفيلم من أوله ويخليك تكمله كنوع من جلد الذات. بعدها بنشوف عمر وهو قد إيه بر بوالده واد مجدع وطيب وحنين وقلبه قلب خصايا، وكل ما يشوف أبوه بيقعدوا يغنوا مع بعض. أنا عايزك تكبر يا ولدي، أنا عايزك تكبر يا ولدي. وفي المشهد اللي بعده بتظهر حبيبته مريم اللي بتحرضه على الغنى في الافراح والكباريهات، وهنا الفنان بيتضايق منها وبيقول لها انه هيقدم في الاذاعه. وانا هقتنع بحوار الاذاعه ده يا فنان لو قصه الفيلم مثلا كانت معموله في الخمسينات، انما انتوا في سنه 2004 يا اسطى، اذاعه ايه بس؟ بعدها الفنان هو ومريم بيقدموا لنا مشهد تمثيلي من اروع ما يكون، مشهد فلسفي عميق. هتلاقي فيه الفنان ثابت على رياكشن واحد وعمال يجدف بايديه، وقالب على فرانس كافكا وعمال يقول في حكم. شوية صبر وشوية اجتهاد ممكن نبقى زيهم وأحسن منهم كمان. والله نظريه حلوه برضو يا ابني. وبعدها اخيرا بنشوف مشهد للثلاث اصدقاء مع بعض، مشهد الافيهات اللي فيه كفيله انها تجيب لك اسهال وارتجاع في المريء. بعدها بيغنوا مع بعض هنقول يا رب بس قول يا رب. وتقريبا ان ده كان الشعار بتاع صناع الفيلم. بعدها وبدون سابق انذار او اي تمهيد الفيلم بياخدنا لحته تانية خالص وكانك دخلت فيلم تاني. فجاه بتلاقي نفسك في يخت وبنشوف بسمة البيزنس وومن وهي بترفض صفقه من رجل اعمال وبتقوم تمشي. انا ماشي. استنى بس، انت لسه شفت حاجه؟ المشهد اصلا بيكمل من غير صوت. تقريبا المايكات فصلت منهم او ايجارهم خلص، ما تعرفش. وايه البصه دي؟ مش فاهم. بعدها بنشوف اسماعيل الشرير جدا مساعد بسمه في الشركه بيحرض مديحه سكرتيره بسمه وصاحبتها عشان تخون بسمه. المشكله ان مديحه في الاول اتعصبت عليه وكانت هتمشي بس بعدها اقتنعت. ليه بقى؟ ما تعرفش. هل هتبني على كده مثلا ومديحه هتبقى عميل مزدوج بيبلغ بسمه الاخبار؟ ما تعرفش برضه. بعدها بنسيب الفيلم ده ونرجع للفيلم التاني. عايزك تصحصح كده معايا. بنشوف عمر ومريم كلاكيت تالت مره، وطبعا مدام عمر ومريم يبقى تنزل تغني في الافراح والكباريهات عشان تجيب الفلوس اللي تعمل بيها الكليب. انت شطانه يا بنتي. هنا عمر بقى بيجيب اخره وبيبص لها بتمعن ويقول لها رغم اننا قد بعض في السن لكن انت بقيتي صغيره قوي في حب وفي احلامك وفي نظري. انت ابوك في زغورس يالا. الفنان مصطفى كامل في الفيلم ده لو حد قال له صباح الخير عادي هتلاقيه بيرد عليه بحكمه. يا عم هي ناقصه شعر. المهم مريم بتسيبه بعد ما فقدت فيه الامل انه ينحرف، وفي لقطه عبقريه من المخرج هي بتنزل تحت وهو بيطلع لفوق. الله على الرمزيه، بيوري لك فرق التفكير يعني. بعدها بيقعد مع اصحابه عشان يواسوه وبتسمع ابشع افيهات حقيقي ممكن تسمعها في حياتك. بعدها الفنان بيختم لنا المشهد بحكمه كالعاده. يا جماعه الحب ده زي القدر، ساعات بيجي وجايب معاه الفرح والسعاده وساعات بيجي وجايب الهم وتعب القلب. نظرياتك حلوه يالا، مش ممكن في الجون. المهم بعدها بنشوف عمر وهو حزين وماسك ازازه الدواء بتاعت ابوه وبيقول لاصحابه انه مش معاه فلوس يجيب الدواء. انت عايز تفهمني يا اسطى ان حياه ابوك متوقفه على الازازه دي؟ هيموت من البلغم يعني؟ وبعدين انت من اول الفيلم ما تعرفش عمر ده شغال ايه اصلا، يعني في كل المشاهد رايح وجاي ماسك ملزمه، لا تعرف هو طالب جامعه ولا موظف حكومه ولا ايه حكايته بالظبط. بعدها اصحابه بيدخلوا عليه فبيشكلهم وبيقول لهم ان تقريبا كده نظريه مريم هي الصح وان لازم تنزل تغني في الافراح والكباريهات عشان تجيب الفلوس اللي تعمل بيها الكليب. وهنا بدل ما حد فيهم يساعده مثلا ويديله حق الدواء، لا ده رفيق بيقول له انا عندي فرح كده تعالى غني فيه وبالمره في السكه اشرب مخدرات. بالمره يعني. انت متخيل ان المبرر الدرامي لتحول شخصيه عمر هي علبه اوبليكس؟ يعني لو كان ابوه مثلا محتاج حقنه ب 10000 او عمليه خطيره بتكلفه عاليه كنا نقول ماشي، انما علبه دواء ده انت لو رحت للصيدلي كان ممكن تصعب عليه ويديها لك ببلاش. المهم عمر بينحرف جدا وبيقعد يشرب خدرات. هم كانوا مسمينها كده في الفيلم. بعدها الفنان بيتحفنا بالمعزوفه الخالده
وبعد ما بيخلص بيروح يجيب الدواء، لكن للاسف ابوه بيتوفى، وبيدخل عمر عشان يودع ابوه. مين هيصحيني اصلي الفجر؟ مين هيغني معايا؟ يعني انت مشكلتك مين هيصحيك ومين هيغني معاك؟ طب ما تتجوز يا اسطى. وبعدها اخيرا هنلحم الفيلمين ببعض، والصدفه البحته هتقود عمر انه يروح يغني جنب اليخت بتاع بسمه واصحابه معاه، فبسمه بتسمعه. اهو لو كان ده ظهور بسمه الاول كانت تبقى مبلوعه بدل الكام مشهد اللي ملهمش لازمه في الاول. بعدها بسمه بتجيله وبتقول له صوتك حلو جدا، وبيفضلوا يبصوا لبعض كده. فاسماعيل بيشوفهم وبدون اي مبرر بيجي يمسك في عمر. يا عم هو عمل لها حاجه اصلا؟ ده كان واقف بيسبل. المهم بيمسكوا في بعض واسماعيل بيرزع عمر بالبوكس، وهنا اصحابه سابوه لما يطحن وبعدها افتكروا يجروا عليه. في ايه يا عمر مالك؟ ايه اللي عامل فيك كده؟ انت هتستعبط يا اسطى، انتوا مش كنتوا واقفين بتتفرجوا عليه وهو بيغني؟ المهم بعدها بسمه بتطلع لعمر لوكشه فلوس وبتقول له ده تعويض عن اللي حصل، عشان طبعا الفنان. يا هاني من الدنيا لو حسبتني على ثمن الضرب اللي كلته منها كان زماني بقيت اغنى منكم بكتير قوي. انت اصلا ما تعرفش ترد زي البني ادمين العاديين. عمر هنا بيسيبها ويمشي، وبسمه بتدي رفيق الكارت بتاعها وبتقول له خليه يتصل بيا. المهم بعدها بقى بسمه بتكلم رفيق وتعزمهم على عيد ميلادها عشان عمر يغني فيه. ولما بنيجي للمشهد بنتفاجئ ان الفنان ما غناش اصلا، يبقى ايه لازمه مشهد عيد الميلاد من اصله؟ المهم عمر بيودع بسمه وبيرجعوا يبصوا لبعض كده تاني. وتاني يوم بسمة بتعزمهم على الغداء وبتعرض على عمر انها تساعده يحقق حلمه ويغني، لكن هنا عمر بيتعصب وبيقول لها انا ما اقبلش ان واحده ست تساعدني، وطبعا لازم يختم المشهد. يا هاني في شباب كتير قوي جدعان ولاد بلد لو شافوا ست عريانه بيغطوها. وبيمشي ويسيبها عشان بعدها يتقابلوا تاني صدفه، بس المره دي في المقابر، وطبعا الفنان لازم يستغل الفرصه دي ويدينا واحده. انت انسانه جواها كل الخير والحب، واللي جواها خير وحب لو غلط اكيد بتبقى غلطه لسان. المهم بيتصالحوا وبيسلموا على بعض، وهنا الحب بيولع في الذرة وبتبدأ تنشأ علاقة حب وعاطفة ما بين بسمة والفنان، وبتروح تزوره في البيت وبيبدأ الفنان يعرفها على نفسه وبيشغلوا أم كلثوم وبيقعدوا يبصوا لبعض تاني. انا مش فاهم ايه العلاقه اللي قايمه على النظرات دي، امال هتتكلموا امتى؟ المهم بعدها عمر بيعزم بسمه على الحفله اللي هيغني فيها، وعلى الجانب الاخر من الفيلم بنشوف اسماعيل بيقفش مديحه قاعده على مكتب بسمه، فبيرجع تاني يحرضها. منور يا حاج، مين ده؟ المهم اسماعيل بيقعد يبخ سم في ودان مديحه. المشكله ان المشهد بيقفل وهي مقتنعه برضه. طب اي تحول في شخصيتها طيب؟ امال الخط ده لازمته ايه؟ نسيبنا من دول ونرجع لعمر تاني. الفنان بيروح لمنتج فني فارش بحشيش في مكتبه بيعفر عادي جدا، وبيتفق معاه على انه ينتج له شريط. يعني احنا نخلي واحد بتاع حشيش ينتج لنا الشريط، اهي مبلوعه. انما بسمه انت عايز واحده ست تنتج لنا؟ تعبيط يا اسطى. بعدها عمر بقى بيتشهر وبيصور كليبات وبيعط هو وبسمه، وبينما هم يلهون على الجانب الاخر اسماعيل واخد راحته على الاخر في الشركه وخاربها وعمال يضيع على بسمه مناقصات. المهم بنرجع تاني للفنان اللي بيقدم لنا مشهد وجودي فلسفي هو وصاحبه خالد. اتحداك ان كنت هتفهم منه حاجه، ما تعرفش هما الاتنين متفقين ولا مختلفين ولا الخناقه اصلا دايره على ايه. بالله عليك وابقى روح اتفرج على المشهد، ولو فهمت منه حاجه يبقى اكتب لي في الكومنتس ينوبك ثواب. بيزعلوا بقى من بعض عشان خالد شايف الفن بنظره تانية غير عمر. طب ايه هي بقى النظره التانية دي؟ ما تعرفش، هما اختلفوا وخلاص. بعدها بنشوف اسماعيل بيروح لعمر عشان يوقع بينه وبين بسمه، وهنا الفنان لما بيعرف نيه اسماعيل بياخد معاه اقوى رد فعل ممكن تشوفه. انا لولا ان انت في بيتي كان بقى لي معاك تصرف تاني خالص، كان بقى لي معاك تصرف تاني خالص. لكن اسماعيل بيقول له انا هوريك بعينيك ان بسمه ليها علاقات برجاله كتير، وبيتفق مع واحد وبياخد معاه بسمه ويخليها تقابله، وبيكون متفق مع عمر انه يبص عليهم من بعيد. طب يا فنان ما لفتش نظرك ان اسماعيل نفسه هو اللي جايب بسمه وهو اللي بيعرفها على الراجل؟ ما علينا. هنا عمر بياخد الصدمه بقى، ده عمر ده لقطه. بعدها بسمه تاني يوم بتحكي المديحه عن اللي حصل، وبيدخل عليهم اسماعيل، فبسمه بتقول له انت مش معايا ان بقى في حاجات غريبه قوي بتحصل؟ يا شيخه انت لسه واخده بالك؟ وهنا بقى تيجي التوستايه، وبتطلع مديحه بتعمل نفسها مقتنعه بكلام اسماعيل لكنها كانت مكمره له في الاخر وهتفضحه قدام بسمه. فاسماعيل بيقلب عليها الترابيزه وبيقول ان هي السبب في ضياع المناقصه، فبسمه بتطرد اسماعيل اللي بيبص بصه شريره وبيمشي. منور يا حاج، مين ده؟ وبنرجع تاني بقى للفنان اللي بيكون قاعد حزين وبيشرب كنز تفاح عشان ينسى همومه، ورفيق بيحاول يصلح بينه وبين خالد، لكن انتوا عارفين الفنان
انا وخالد يا ما اختلفنا، وخلافاتنا دايما بترجعنا اصحاب اكتر من الاول. وبيختم بحماس انه هيكمل ورا حلمه ومفيش حد هيقدر يمنعه. بس في المشهد اللي بعده بيروح يصارح خالد، طول عمرك صاحب مبدأ. وبيقول له يلا نتكلم في الشغل. فالتاني بيقول له يلا يا ابني انتوا لحقتوا اتفقتوا، امال كنتوا مقاطعين بعض ليه؟ المهم خالد بيعزمه على فرحه، واول ما بيجيب له سيره بسمه عمر بيقطم الكلام. طب يا معلم انت قطعتها بناء عن ايه؟ فهمت منها طيب؟ واجهتها؟ ما علينا. المهم رجل الاعمال المزيف اللي اسماعيل كان محرضه على بسمه بيطالب ببقيه حقه في العمليه، لكن اسماعيل بيقول له امك في العشه ولا طارق. بعدها بنشوف خالد ومديحه بيعزموا عمر على فرحه، بس بيصدموه ان الفرح في يخت بسمه، فوشه بيضرب الوان. بعدها بيروح يبارك لهم وبيعدي من قدام بسمه وبيبص لها كده، انت مريض ولا لا؟ وبيسيبها ويمشي. فبسمه بتجري وراه، فعمر بيقول لها انت كدابه وبتشتري كل حاجه بفلوسك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. فبسمه بتتصدم وبتطلع تجري في الشارع، ورغم ان الشارع فاضي بقدره قادر بتظهر عربيه من العدم وبتشيل بسمه اللي بتصوت اصلا من قبل ما العربيه تخبطها. تقريبا كده السواق ما استحملش الصوت فشلها. طب بالنسبه لعمر اللي كان باصص عليها ده ما شافش ولا سمع اي حاجه، ما حسش بنوش بره اليخت خالص. المهم بياخدوا بسمه على المستشفى، والدكتور تقريبا كان بيمسح لها الميك اب. المهم عمر بيجهز للحفله. ده انا فرحان بنجاحك، ده انا ما بقتش فرحان. مش وقت فلسفة خالص يا فنان. والراجل بتاع اليخت راح عشان يقول له على الحقيقة. كل ده ولسه الدكتور الطيب ده واقف نفس الوقفة. المهم الراجل بتاع اليخت ضميره بيصحى وبيعترف لعمر بكل حاجة. طبعا الضمير كان هيشخر لو كان اسماعيل اداله الفلوس. انا مش فاهم منك اي حاجه، انسانه وبريئه مستشفى، انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ يعني انت كل ده بتحكي له ومش قايل له اصلا انت بتتكلم عن مين؟ هنا عمر بقى بيتعصب عليه جامد وقلبه بيوجعه جامد على بسمة، فبيقرر ينزل الحفلة. كده لسه العملية بتاخد وقت يعني. والفنان بينزل يغني، وبعد ما بيخلص بيطلع جري على المستشفى. فيادوبك بيلاقي بسمة خرجت من العمليات، والدكتور بيبشرهم ان العملية نجحت وبسمة بتخرج بالسلامة وبيتلم الشمل تاني. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يا حبيبي؟ وبس يا سيدي، لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتس. اشوفك على خير يا صاحبي، سلام.